مساء الخير. التكنولوجيا بقت حاجة أساسية في حياتنا. التحول الرقمي بقى مسيطر على الدول كلها. كل الشركات عشان تتطور لازم تبدأ تخش في الديجيتال ترانسفورميشنز، ولازم تبدأ تلغي فكرة الأعمال الورقية، لازم تتحول للكمبيوترايزد، لازم تبقى بتشتغل على أجهزة. اللي بيفرق شخص عن التاني، واللي هيبقى الشخص ده مميز عن التاني، بيبقى عن طريق مدى إدراكه للتطور التكنولوجي اللي موجود حواليه، استخدامه للتكنولوجيا بوعي، قدرة تعامله مع الأجهزة التكنولوجية والأجهزة الإلكترونية اللي حواليه والسيستمز الكتير اللي بقت محيطة بينا. الميزة اللي هتبقى موجودة عندك كشخص هي قدرتك على التعامل مع التكنولوجي والسيستمز بوعي. وده اللي هنشرحه في الكورس بتاعنا، التحول الرقمي والتكنولوجيا الناشئه للمبتدئين. هنشرح ايه هو طريقه العمل في ظل التحول الرقمي، مبادئ تكنولوجيا المعلومات، ايه هي الحوسبه السحابيه اللي هي الكلاود كومبيوتنج، امن المعلومات، السايبر سيكيورتي، وازاي تقدر تبقى شخص عارف تعمل تامين لمعلوماتك، مبادئ الذكاء الاصطناعي الاي اي اللي هو الارتفيشال انتليجنس، والانترنت الاشياء اللي هو الاي او تي.